هل فيلم الست يستاهل ال 150 جنيه اللي انت تروح تدفعهم في السينما عشان تشوفه؟ غني يا ارتست. انا هوضح لك دوت واقول لك يستاهل ولا ما يستاهلش. واجمل حاجه في الدنيا اللي انا مش عندي اي سبسكرايبر واقدر اتكلم براحتي واخد راحتي وانا بتكلم. يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان يبقى عندي. وما عنديش بقى جو اللي هو ايه ده عارف حد ولا عنده معارف ولا عنده اي الكلام ده زي الناس اللي طلعت. ومع الاسف حسيت ان هم بيتكلموا على السلبيات من بعيد وعمالين يا دوب بس بيلمسوها كده خفيف خفيف وخايفين يزعلوا. سواء بقى المخرج او الكاتب او الممثله او حتى تركي آل الشيخ وهيئه الترفيه والكلام ده كله. انا عندي حسيته ان الناس كلها وهي بتتكلم عماله تحسس على الموضوع من بعيد مع ان السلبيات واضحه وقدامك. وعندي ليها ريفرنس وعندي كلام وعندي وجهة نظر ان انا اقول ليه سلبيات وليه هي سلبيات وازاي ديت موجودة في الفيلم ده. بس تعالوا نوضح فيلم الست. انا لو هتكلم على سلبيات فيلم الست مع الاسف السلبيات كلها في النص الاول. النص التاني هو كان الايجابيات وما اقدرش اقول النص التاني كمان. انا اقدر اقول اخر نص في الفيلم اخر تلت خالص في الفيلم اللي هي يعتبر القفله اخر نص ساعه مثلا ولا حاجه. كانت الايجابيات كلها موجوده فيها وبجد بجد عجبتني جدا واتشديت. في الاول خالص كان في حاجات كتير جدا ممكن اقول واطلع منها سلبيات. لكن ايجابيات الفيلم هي ايه؟ تعال نتكلم عن ايجابيات الفيلم. طبعا اغاني ام كلثوم رقم واحد. انت طول الفيلم عمال الاغاني في ودنك الموسيقى بتاعت الاغاني بتاع عمري الف ليله وليله والحاجات ديت فانت عايش جو حلو. مروان حامد عايز يعمل فيلم ايبك عايز يعمل فيلم اللي هو زي ما بيقولوا في المصارعه كده بيج فايت فيلد كده فيلم ملحمي فيلم كبير. حاول يدينا دوت بالتصوير وبالمونتاج والكلام دوت لكن حسيتها يعني هي دي اللي بوظت الموضوع اكتر. وديت برضو من ضمن السلبيات اللي موجوده في الجزء الاول في الفيلم. اول نص الفيلم كله او حتى تلات ارباع الفيلم كامل في الاحساس ده. بس قبل برضو ما ندخل فيه عشان هي دي المشكله بقى. شوف دي المشكله انا مش عارف امسك ايجابيه اتكلم فيها غير لما تطلع لي سلبيه في النص. هي دي مشكله الفيلم. ايجابيات الفيلم زي ما انا قلت الموسيقى الحلوه جدا. مش موسيقى هشام نزيه لا انا بتكلم على موسيقى ام كلثوم اللي كانت بتتعرض في الاحداث وانت عمال تسمعها بودنك طول ما انت ماشي في الفيلم. دي كانت احسن حاجه في الفيلم. موسيقى هشام نزيه كانت حسيتها كانت بتغطي اصلا على الموسيقى الحلوه دي. يعني ليه اكون في مشهد اغاني جميل وهي في المسرح ونبدا نديها مونتاج فوتو مونتاج والموسيقى تدخل على موسيقى الست وعلى الاغاني بتاعتها. فانت فصلتني اصلا من الاغنيه عشان خاطر تديني الايبك اللي تديني الملحمه. فبرضه ده برجع تاني اهو. وانا بتكلم عن ايجابيه في سلبيه في النص بتضطر تخليني اتكلم عليها وانا مش عايز اعمل كده. انا عايز اركز بجد على الايجابيات. بس الايجابيه التانيه ان هو اداني قصه بشكل ما خلاني اعرف ام كلثوم اكتر. هو طبعا مكتوب مستوحي من قصه حقيقيه واحنا عارفين يعني الفيلم نفسه ما فيهوش مثلا فريد الأطرش ما شفناش فيه عبد الحليم ما شفناش فيه افلام اللي ام كلثوم عملتها. ما شفناش اي حاجه من يعني احنا شفنا محطات صغيره وعمالين ننط بينها. بس هو الفيلم كان عايز يوصل رساله معينه وبشكل او باخر في اخر الفيلم فعلا وصلت. لكن هو في بدايه الفيلم ما اهتمش قوي اللي هو يدينا قصه حياه ام كلثوم على قد ما اهتم بيحكي بقصه حياتها رساله هو عايز يوصلها للست وللنسويه وازاي تبقي قادره على التحدي. يعني دي كانت واضحه جدا في الفيلم ودي مش حاجه سيئه اطلاقا. هو بس تخلى شوية عن الشخصية اللي انت بتحكيها وحاول ياخدها في حتة ان انا بحكي من خلالها رسالة او بحكي من خلالها حاجة. ده ما عنديش اي مشكلة معاه. كان كويس وصلت في اخر الفيلم فعلا الراب بتاعها او تقفيلتها كده قفلت هدايا بصراحة. فما كانش فيها اي مشكلة ودي كانت من الحاجات الايجابية. بس كده تقريبا يعني ما اقدرش اقول في ايجابيات تانية في الفيلم خالص يعني. بس يعني ممكن ندخل في السلبيات من هنا. انا من دلوقتي هبدأ اتكلم على السلبيات. سلبيات الفيلم بقى اللي انا ممكن بعد ما اخلصها اقول لك شوية اجابات في الاخر كده ممكن تبقى بشوية حرق عشان هي دي كانت في نهاية الفيلم اصلا. سلبيات الفيلم بالنسبة لي هي منى زكي نفسها مع الاسف. مش بس عشان الميك اب والله انا بجد وانا بتفرج انا شلت من حوار الميك اب ده من دماغي تماما. بس انا شايف منى زكي هي اللي بتمثل. انا شايف منى زكي بتتكلم. انا شايف منى زكي بتتحرك. انا شايف منى زكي بتحاول تقلد ام كلثوم في حركاتها. حركاتها متخشبة زيادة عن اللزوم. ما فيهاش ريحة حتة الراحة. ما كانتش مستريحة في الشخصية. حسيتها كده اللي هي ايه ما خدتش وقتها مثلا. وعندي ريفرنس لدوت لما اجي اتكلم عن احمد زكي لما عمل مثلا الايام طه حسين وعمل
ناصر 56، جمال عبد الناصر، وعمل السادات في ايام السادات. ثلاث شخصيات بس نفس الشكل، ثلاث شخصيات مختلفين تماما عن بعض، ثلاث شخصيات دماغ مختلفة، أفكار مختلفة، طريقة كلام وطريقة تون صوت وكل حاجة مختلفة. وبتصدق أحمد زكي في الثلاثة، بتصدقه في الثلاثة. وبتشوف فعلا ده بيعمل شخصية جمال عبد الناصر بيلبس جمال عبد الناصر، لما عمل شخصية أنور السادات لبس أنور السادات، لما عمل شخصية طه حسين بجد انت صدقت اللي هو أعمى، عرفت قد إيه الشخص دوت ممثل شاطر اللي هو قدر يتلبس الشخصية، هي لبسته حرفيا. فأنا اديتك مثال بواحد بس، شخص واحد عمل ثلاث شخصيات مختلفة في الشكل وفي طريقة الكلام وفي الروح وفي كل حاجة، وصدقته في الثلاثة. مع الأسف هنا أنا شايف منى زكي في كل حاجة مش واخدة راحتها، زي ما أنا قلت متخشبة، طريقة حركتها، طريقة سلامها على الناس، طريقة كل حاجة حاسسها كده اللي هي إيه، بتحاول تقلد أو بتحاول زي ما الناس كده بتطلع تقلد محمد رمضان، تفضل يا غبي نفس الطريقه. انت متخشب، مش عندك حته، انت مش محمد رمضان. فدي كانت من ضمن السلبيات. وانا طول ما هي عماله تتكلم او عماله طالعه قدامي على الشاشه، طبعا الميك اب ما ساعدش خالص في حته اللي هي يبيع لي طيب الوهم حتى. وهي صغيره اكتر وهي كبيره كان سيء، لكن قادر افهمه يعني. ام كلثوم فعلا لما كبرت شكلها اتغير شويه وده فعلا كبر وكده، فتمام قدرت اتقبله بشكل او باخر. ولكن وهي صغيره ما كانش فيه. بالعكس الميك اب كان مؤثر عليها كمان في طريقه الكلام، تحسها مش عارفه تفتح بقها ومش عارفه تحرك عينيها. انا عارف ان احنا يعني الفيلم ده اتصرف عليه كتير يا جماعه، وهيئة ترفيه بقى والسعودية وفلوس ومروان حامد والدنيا تمام. ما تعملوا سي جي اي ودخلوا السي جي اي مع الميك اب وخلوا الدنيا تلعب كده وشعللوا الدنيا يعني وورونا افلام حلوه. هم اعتمدوا تماما على الميك اب بس، ومع الاسف ما نجحش وما حطش بصمته. وكمان منى زكي ما ساعدتش على ده، اللي هي تتقمص الدور بشكل 100%. دي اكبر سلبيه بالنسبه لي. تاني سلبيه، الفيلم تحسه اول نص بالذات اعلان طويل، انت بتتفرج على اطول اعلان في الدنيا، ساعه ونص اعلان، لقطات سريعه جدا من كل حاجه، فوتو مونتاج كتير، كتير قوي، فلاشات فلاشات وكتير قوي زوم على العين يعني انا ممكن انا عديت بس وانا قاعد كده حوالي 20 30 واحد بس في اول ساعه ونص قبل البريك. زوم كتير على العين وتبريئات كتير وما كانتش موصله لي حاجه، خوف زياده عن اللزوم. يعني انا حاسس اللي هو ايه، المفروض في اللحظه ديت انت مثلا بتخافي، او في اللحظه ديت انت اتضربت بالقلم، او في اللحظه دي حصل حاجه، تبريئه مبينه لي غضب اكتر من هي مبينه لي خوف او مبينه لي حاجه. فبرضه حسيت ان في حاجه غلط. اعلان كبير، اعلان كبير قوي في الاول، عمالين ننط الحقبه الزمنيه والحقبه التانيه. احلى حقبه زمنيه اتحكت وهي صغيره خالص لما كانت لسه طفل عندها 5 سنين وبتغني، دي احلى فتره اتحكت واحلى شكل صوره. وطبعا التلاعب بالابيض والاسود ومع الالوان عظيم، مش هقدر اتكلم عليه يعني مهما كان. برضو احنا بنتكلم عن مروان حامد يا جماعه، واحد من احسن المخرجين تقريبا في مصر اليومين دول، فاكيد عنده ادواته واكيد عنده فكره اللي هو يقدمه، لكن في حاجات بتسقط منه وده طبيعي. انت هنا تحس ان الفيلم غريب جدا، عمال يتنطط، عمال يروح لك سريع سريع، يحكي لك حاجه من هنا ويرجع، سريع سريع ويحكي لك حاجه من هنا ويرجع. اسلوب حكي حلو لكن اتعمل واتنفذ بطريقه غريبه جدا. طريقه الاعلانات، الفلاشات السريعه، طريقه القطات الكتير جدا، في كميه قطات مرعبه في الفيلم. انا حسيت اللي هو بدات الاحظ اللي هو ايه، احنا مش بنقف ثانيتين على حاجه وبعد كده نقط. والمجاميع عندي مشكله كبيره جدا مع المجاميع يا جماعه. احنا في الستينات بس مش كل الناس اللي في الستينات كانت بالمنظر ده، بالشعر ده. احنا كنا ده تشبهات افلام. انا والدي عاش في الستينات وعندي صور وعندي اصحابه وعنده حاجات، فانا ما شفتش انا الكلام ده بصراحه. مش كل الدنيا كانت كده يعني. فبرضه دي كانت حاجه غريبه، المجاميع كانت غريبه جدا، كانت بتتكرر كتير يعني. اللي في فرنسا هم اللي في مصر وكده، فتمام. فدي من ضمن السلبيات برضه. وكان برضه محمد فراج واحده من ضمن السلبيات مش اداؤه. محمد فراج كان كويس في الفيلم، قدم لي قد ايه هو فعلا بيحبها وحسيت بيه قوي. بس فجأة في نص الفيلم اختفى، وبعد كده انا قلت هو مثلا ممكن يكون بقى ايه، التعامل مع بعض انتهى مثلا والتعاون الفني بينهم وبين بعض انتهى. بس لا، انا فجأة لقيته رجع تاني وشغال عادي، واتفاجئ مثلا ان هي اتجوزت او اتخطبت او ايا كان ايه. انا ما بقتش فاهم انت رحت امتى وجيت امتى وما خدتش وقت خالص معاك وما فهمتكش. وشخصيتك في الاول كانت مبنية حلوة قوي وبعد كده اتقطعت فجأة يعني.
برضه كان في لخبطه كتير مع شخصيه محمد فراج هنا. وحاجه كمان ان علاقات ام كلثوم كلها اللي اتقدمت سريعه قوي زياده عن اللزوم. ممكن اقدر افهم ان هي اصلا علاقاتها في الحقيقه كانت فعلا علاقات سريعه كده وكانت على طول مرتبطه باحداث تاريخيه. يعني مع خالد الملك فاروق مثلا مفهوم، يعني هي كانت علاقه سريعه وبرضه خدنا شويه كلام حلوين، فضل مونتاج حلوين والموضوع انتهى. العلاقة اللي بعدها تقريبا حصل فيها أحسن مشهد موجود في الفيلم كله، ومش عايز أحرق. هو مشهد زي إيه، زي فايت كده بالمسدس وبتاع، وحصل فيه بجد أحلى حاجة حصل. يعني مع الأسف كانت محروقة في الفيلم نفسه قبلها. أنت بتعرف إن في حاجة معينة حصلت، بعد كده لما بنروح لها أنت بتبقى عارف ده أو ممكن أنا هحرق هنا يا جماعة، معلش. الأصابجي راح لأم كلثوم بعد ما اتخطبت لملحن تاني ومعاه مسدس وضرب طلقة في الحيطة فعملت خرم. احنا شفنا الخرم دوت في بداية الفيلم يعتبر، أو في أول جزء في الفيلم احنا شفنا الخرم دوت. قالت لا، ده واحد صديق كان بينظف المسدس. بعد كده رحنا شفنا الحدث نفسه اللي حصل، فاحنا كنا عارفين إن في حيطة اتخربت من المسدس. بعد كده لما شفنا المسدس عرفت إن هو ده المسدس اللي هيخرم الحيطة. بس المشهد نفسه كان حلو جدا. احلى تمثيل من كل الناس، احلى تمثيل من منى زكي ومن كل اللي كانوا موجودين، وبجد شدني قوي وكنت انتنس. فدي اكتر حاجة عجبتني في الفيلم كله. فبس يعني انا شايف ان ده اللي عندي. ما عنديش اي حاجة تانية اقولها على الفيلم. فيلم مش وحش ومش حلو بصراحة. فيلم 6/10 مستريح. 6/10 هو فيلم ميد، بس كل الناس طالعة تطبل، كل الناس طالعة تمدح على الفاضي، واللي خايفين يتكلموا في سلبيات، واللي مش عايزين يقولوا أي كلمة غلط أو أي كلمة وحشة حد يزعل منهم. والممثلين كل شوية عن صفحة تركي آل الشيخ عمالين يتكلموا. خلاص يا جماعة كفاية، زهقنا. أنا تعبت يعني كده كتير بصراحة. كفاية بقى تطبيل، كفاية برهمة، كفاية الكلام دوت. عايزين نشوف منتجات حلوة وخلاص. الناس انتقدت، حقها تنتقد أي حاجة. ومش من حق أي ممثل أو مخرج أو كاتب اللي هو يحجر على الناس تقول إيه. ما تشوفش نفسك أعلى منهم. يعني أحمد مراد وهو طالع بيتكلم، ما تشوفش نفسك أعلى من الناس اللي بتتفرج. هم دول اللي بيروحوا السينما، وهم دول اللي بيدفعوا الفلوس، وهم دول اللي منجحينك، وهم الناس ديت اللي عامله لك اسم اصلا. فانت على اي اساس بتنتقدهم اساسا؟ انت المفروض تقول لهم لو انتوا عندكم انتقاد وعندكم وجهة نظر وبينتوا له وجهة النظر ديت وانتوا صح، انا اقول لكم انتوا صح وانا غلطان، مفيش اي مشكله. وكده كده العمل اصلا اول ما بيطلع من صاحبه بيروح للناس، الناس هي اللي بتفسره على دماغها. يعني انا لما شفت الفيلم انا حسيت ان هي رساله نسويه جدا. حسيت ان الفيلم دوت عايز يوصل ان الست ديت هي اللي عملت النقابه، هي اللي كانت. وكمان باين لي اجزاء فيها مش احسن حاجه، هي ما كانتش ست كامله من كل المجاميع. يعني ما كانتش خضرة الشريفه مثلا، لا هي كانت عادي خالص وبتحب نفسها وعايزه هي اللي تنجح. وكانت بفلوسها بتشتري مجلات، وكانت كل حاجه هي عايزاها كانت بتعملها. كانت عندها القدره دي وكانت بتزعق وبتتخانق وكده، فتمام. ما عنديش اي مشكله. انت وصلت لي ان هي انسانه طبيعيه تماما، فيها الصح وفيها الغلط. مش حد كامل اطلاقا. تمام. ووصلت لي اللي هي ازاي وقفت مع مصر في ساعة النكسة، وازاي جمعت التبرعات، وازاي كل الفلوس اللي جابتها من حفلات وراحت تعمل حفلات مخصوص وبس ما قعدتش خلاص وقالت انا عندي ارث كبير كافي جدا. بالعكس عملت زيادة عليه تقريبا. اللي عملته في اخر فترة في حياتها، اللي هي دي احسن حتة في الفيلم كله تقريبا، اللي عملته اخر فترة في حياتها يساوي كل اللي عملته في طول عمرها اساسا بعد ال60. الست ديت عملت حاجات تقريبا اكتر بكتير من اللي هي عملته في حياتها الفنيه كلها. دي كانت رساله واضحه جدا. وحتى المشهد وهي بتتكلم مع الستات مصر وهم عمالين يشيلوا الذهب ويحطوه دي، انا مثلا فهمت كده. ممكن المخرج نفسه مش عايز يوصل الكلام ده، عادي ما تحجرش على رايي يا عم. انت قدمت منتج، انت ليك راي فيه. انا شفت حاجه تانية، وانا حر، انا كمشاهد حر. ما تنفعش تحجر على مشاهد رايه. ما ينفعش تقول له لا بالعافيه تشوف فيلم حلو، والناس تطلع كلها انت لو شايف فيلم حلو بجد من قلبك قول اللي هو حلو وما عنديش اي مشكله، الف مبروك. بس ما تقولش كده بس بتكيد في الناس، او بس عايز تاخد بونت عند حد، او انت عارف حد فبتمرهم له. ده مش صحيح تماما يعني. مش ده الطريقه الصح اللي انت تخوض بيها التجربه عموما في الحياه. يعني انت لو عشت كده دي مش حياه اساسا. الحياه اللي انت تعيش صادق مع قولك وصادق مع فعلك مهما كان. انا في ناس على يوتيوب
بتفرج عليهم مثلا في مجال الكوره، وعندهم صحابهم من الكوره وبيطلعوا يقولوا انت بتلعب، وما عندوش اي مشكله اللي هو مثلا يتخانقوا او يعمل له بلوك، مش مهم. انا مش هطلع اطبطب لك عشان انت صاحبي، او عشان انا اعرفك ولا في بينا معرفه وانت فعلا سيء. يعني انا مروان حامد في يوم من الايام بين اصدقاء في الاخراج مثلا ولا حاجه، وجه عرض عليا الفيلم وشفته، هقول والله في واحد اتنين تلاته اربعه وما عنديش اي مشكله، مش هخاف يعني. وده الصح اللي هو يتعمل. المرهمه مش حلوه، ولا انا لو بعمل حاجه وحشه الناس تيجي تقول لي انت بتعمل حاجه وحشه، اقول لهم صح، ما عندكش، مفيش مشكله. قول لي وجهه نظرك ايه، قلتها لي انا اقتنعت بيها وانت عندك حق، نغيرها يا عم. او لما خلاص الفاس بقت وقعت في الراس، هينزل زي ما هو وفي الجاي يبقى احسن. فكفايه مرهمه وكفايه تطبيل وبس كده. 6/10. سلام.